لكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب للمنتخب المغربي اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. قبل المباراة الهامة للمنتخب المغربي اليوم أمام منتخب زامبيا، وقد تأكد تأهل المنتخب المغربي كأول مجموعته ليواجه المنتخب الجزائري في المباراة القادمة في دور الثمانية. فقد حدثت واقعة اليوم للمنتخب المغربي لن تحدث إلا في الجزائر. خلال أثناء تدريب المنتخب المغربي تفاجأ اللاعبون والجهاز الفني أن هناك طائرة درن تحلق فوق تدريب المنتخب المغربي، مما أدى إلى استياء المدير الفني للمنتخب المغربي سعيد الشيبة، والذي قرر إنهاء التدريب فورا وأمر بتفتيش غرف الملابس والفندق الخاص بالمنتخب المغربي. واكتشف أيضا أن هناك كاميرات تجسس تصور وتسجل كل ما يحدث للمنتخب المغربي.